ناس كتير بتسألني أنا بعمل إيه في جلستي، يعني الجلسة نفسها أصلا تنظيمها بيبقى عبارة عن إيه وبيحصل فيها إيه. خليني الأول أتكلم معاك على شكل الجلسة، أو أنا ببقى إيه التجهيزات اللي أنا بعملها للجلسة بتاعتي. طيب، أول حاجة أنا ببقى مشغل موسيقى هادية. الموسيقى دي هي مش منظرة، يعني مش حلاوة روح، هي دي موسيقى، هي ساوند هيلينج، يعني موسيقى شفائية. دي بتبقى هيرتز معينة، فبنستخدم اكتر من هيرتز على حسب الجلسة بتاعتنا احنا عايزين نعمل فيها ايه او بنتشافى. فاول حاجة بعملها بشغل موسيقى هي ساوند هيلينج، موسيقى علاجية من الهيرتز دي على حسب الجلسة، وممكن نغيرها طبعا اثناء الجلسة. طبعا ده لو العميل حابب، لو مش حابب بنقدر ان احنا نوقفها، بتشتغل في الخلفية في الباك جراوند، يعني مش بتبقى بصوت عالي. ده اول جزء. تاني جزء بيبقى معايا طبعا ورقة وقلم عشان بكتب ملاحظات. العميل برضو بيفضل ان هو يكون معاه ورقة وقلم عشان يقدر يكتب الملاحظات بتاعته، يكتب الخطة بتاعته لما نيجي نتفق عليها، يكتب المعوقات بتاعته، لان زي ما اتفقنا في الكتابة العلاجية هي بتساعد على التشافي، فنقدر ان احنا نتشافى من خلال الكتابة دي. وغير ان الكتابة ليها فوائد كتير قوي، فلما تبقى الحاجة قدامنا بنقدر ان احنا نقراها ونقدر نرجع لها، ونقدر نعرف احنا كنا فين وبقينا فين، فنقدر نقيس من خلالها. مدة الجلسة من 45 دقيقة ل 60 دقيقة بحد أقصى. نبدأ الجلسة بإن احنا طبعا بنتعرف ببعض، زي ما بنقول كده بنبريك ذا ايس، وبعدين بنبدأ الجلسة بتاعتنا، بنبدأ نسأل أسئلة عميقة، بناخدها بشكل تدريجي، نقدر نمشي واحدة الهدف. طبعا ده أول سؤال. بعدين نشوف إيه المعوقات بتاعت الهدف، هل الهدف ده واقعي ولا لأ، إيه المعوقات بتاعته، هل الهدف ده أنا مسؤول عنه ولا في حد تاني متداخل معايا في الهدف ده. يعني مثلا عايز اجيب عربية بس انا معيش فلوس، فانا مدخل اهلي في الموضوع، فده من الاسئلة المهمة. وبنأكد دايما وكتير جدا خلال الجلسة ان هل هو ده فعلا الهدف اللي انت عايز تحققه ولا لا، عشان نقدر نتأكد 100% ان هو ده الهدف. بنتخيل الهدف بتاعنا واحنا محققينه، وبنقدر ان احنا نرجع زي فلاش باك للحظة الحاضرة. ده احدى التكنيكس اللي احنا بنستخدمها. وكمان لو في اي معوقات ظهرت على الجسد، يعني في ألم مثلا واحنا بنتكلم في المعدة، فده بيبقى احدى الشقرات محتقنة، بنحتاج ان احنا نوقف الجلسة هنا ونبدأ نستخدم العلاج بالطاقة الحيوية، البرانيك هيلينج. باختصار كده الجلسة، او نقول ان احنا السمري بتاع الجلسة، الملخص بتاع الجلسة، بنشغل موسيقى علاجية، بنعمل اسئلة مهمة عشان نقدر نوصل للهدف بتاعنا، بنعمل كتابة شفائية خلال الجلسة، وبنحدد الاهداف بتاعتنا ونكتب ونحدد في الخطة دي حاجات يومية وأسبوعية بنعملها عشان نقدر نوصل للهدف ده. دي بتساعدنا ان احنا ننمو ونتطور على الجوانب اللي احنا محتاجين نشتغل عليها، وبتساعدنا طبعا ان احنا نوصل لأهدافنا. ولو في اي معوقات نقدر ان احنا نستخدم كمان العلاج بالطاقة الحيوية، ده لو العميل محتاجه او موافق عليه.